محدش جبر بخاطري نهائيًا، نهائيًا. أول ما شافني اتخض، باقول له: "يا ابني مالك في إيه؟ اتخضيت ليه؟" قال لي: "أنت إيه اللي رجّعك؟" قُلت له: "والله أنا شكلي اتسرعت والموضوع محتاج مصاريف كتير وأنا مش معايا حاجة." فقُلت له: "أنا هافضل قاعد ومكمّل هنا." باقول له: "يا ابني مالك أنت إيه اللي خضّك؟" قال لي: "أنت مشيت من هنا وفي واحد جه ودخل الشقة، صحيت اتخضيت لمّا لقيته جوّه يعني." فباقول له: "أنت مين يا عم؟" قال لي: "ده أنا ساكن هنا وأحمد عارف." فقُلت له: "إيه ده يا عم، إزاي؟ شكله إيه ده؟" قال لي: "طويل كده ورفيّع." فقُلت له: "آه، آه." قُلت له: "طب ده عايز إيه؟" قال لي: "ده كان عايز ياخد الكمبيوتر وخد الكمبيوتر ومشى." قُلت له: "آه، على أي حال هو فعلًا الكمبيوتر بتاعهم وأنا ما عنديش حاجة أصلًا تتسرق، فعادي يعني." بس الموضوع يستدعي إن أنا أبقى أغيّر الكالون بعدين. صحينا تاني يوم، رُحت أنا بقى إيه، لابس بدلة وجزمة كلاسيك واخد العينات معايا ورُحت رايح على السوق بتاع إكسسوار الموبايلات. المول ده 23 دور، 161 محل في الدور الواحد، حاجة ضخمة جدًا، وفيه ناس من كل دول العالم. فأنا رُحت رايح وفضلت واقف على البوابة، أي حد داخل أروح موقّفه وأقول له: "ده إحنا شركة بنعمل شواحن ومكاننا في شنزن وعندنا أسعار كويسة." وبتاع. يعني ما كانش عندي خجل أوي، لإن أصلًا شركات الشحن والمحلات اللي فاتحة في الدور العلوي بتخلّي الموظفين اللي بيشتغلوا جديد بيقفوا فين، برضه في الدور الأول ده عند البوابة، يكلموا الناس ويوقّفوا الناس. فالأجنبي اللي داخل ده بيوقّفوا كذا حد، كنت أنا واحد منهم. هندي، على بنجالي، على مصري، كل الجنسيات داخلة المول. وأنت وشطارتك إن أنت توقّف الزبون. الزبون دوّة مش فاضي لك لإن في كذا حد بيوقّفه قبلك. شطارتك إنك تقنعه يشتري منّك منتج بيتباع آلاف منّه بنفس الquality بنفس السعر على بُعد أمتار. كنت باوقّف الناس أقول لهم: "إحنا مصنع نقدر ندّيك بضاعة original وندّيك سعر كويس وممكن تحُط الlogo بتاعك." وهكذا. فضلت على الحال ده كل يوم، أروح من الساعة 09:00 لحد الساعة 18:00 لحد ما المول يقفل. كل الناس اللي واقفين على البوابة بقوا صحابي، ما إحنا مش ورانا حاجة. فترة زبون موجود، فترة زبون مش موجود، نُقف نهزر. كان في محل عصير كان جنب المول، أروح أشرب عصير، أقعد شوية. محل يقول لي: "تعالَ اقعد عندنا شوية." فاتصاحبت عليهم كلّهم. الغريب إن أنا لمّا كنت أقابل حد مصري كنت بافرح جدًا. فكنت أقول له: "إحنا مصنع في شنزن." يقول لي: "إحنا مصنعين." أقول له: "طب السعر كذا." يقول لي: "أنا أدّيك بنُص التمن." أقول له: "طب أنا المصدر." يقول لي: "أنا مصدرين." ما حدش جبر بخاطري نهائيًا، نهائيًا، إلا واحد بس كان ربنا يبارك فيه يعني، اسمه محمد سعيد. محمد سعيد أول ما شافني أخد بإيدي وقال لي: "تعالَ بس سيبك من الشاحن والكلام الفاضي ده." وخدني على المكتب عنده وشرّبني الhot chocolate حكينا شوية وبعدين قال لي: "ربنا ييسّر لك الحال، أنا شُفتك واقف قُلت إيه، أخلّيك تيجي تقعد في المكتب شوية وبعدين تروح، لكن أنا هنا بقى لي كذا سَنة وأعرف فعلًا الأسعار كويسة ولو عندك سعر كويس قُل لي." بس، فقُلت له السعر ده، قال لي: "يا أحمد والله السعر ده غالي اللي أنت بتبيع بيه." وهكذا كانت الأيام يعني. فضلت كل يوم أروح لحد يعني ما فيش غير زبون واحد كان أردني اشترى منّي 500 شاحن، ده كان بعد أسبوع مثلًا. كان الorder ب3500 يوان وكان مكسبي 500 يوان فيهم. حلوين يمشّوا يعني.